ترى في حياة في الفضاء؟ سؤال شيق جدا، وكل الناس تحب تعرف الإجابة. طب هم فين؟ طب وشكلهم إيه؟ لونهم إيه؟ هنعرف نكلمهم؟ طب هم بيتكلموا إيه؟ ينفع هم يزورونا أو إحنا نزورهم؟ السؤال ده اتجاوب عليه بطرق مختلفة كتير جدا، وكان يمكن الفن والأفلام كان ليه دور مهم جدا في تشكيل الفكر بتاعنا في تخيلنا للحياة في الفضاء. الأفلام طبعاً ورت الموضوع بطرق كوميدية، مرعبة، بطرق زي ما شفتوا، طرق كتيرة جداً. بس بغض النظر هم الفن والمجتمع تخيل الموضوع إزاي؟ يمكن العلماء كان ليهم نظرة مختلفة. كان في عالم اسمه فرانك دريك في 1961، الراجل ده قرر إن هو يعمل معادلة حسابية عن طريقها يقدر يطلع عدد الحضارات اللي في مجرة درب التبانة المتطورة اللي نقدر إن احنا نتواصل معاها. غريبة الأبروتش ده، الراجل حب يعملها بطريقة إحصائية مختلفة عن الأساليب العلمية التقليدية. المعادلة كانت كالآتي: عدد الحضارات في مجرة درب التبانة اللي ممكن نتواصل معاها بيساوي متوسط عدد النجوم اللي بيتولد في السنة، مضروبة في نسبة النجوم اللي ليها كواكب تصلح للحياة وفعلاً نشأت عليها حياة، مضروبة في نسبة الكواكب اللي ممكن تنشأ عليها حياة ذكية ومتطورة، مضروبة في نسبة الحضارات اللي ممكن تتواصل، مضروبة في متوسط عمر الحضارة. طبعاً معادلة كبيرة جداً، والقيم اللي ممكن تتحط فيها ممكن تختلف. ولكن في الفترة اللي كان فرانك دريك عايش فيها استخدم المعلومات الموجودة عنده والقيم اللي كانت متاحة له حسب التجارب العلمية اللي حصلت، وحط الأرقام والقيم في المعادلة دي. النتيجة تفاوتت من 1000 حضارة في مجرة درب التبانة ل100 مليون حضارة. يمكن ده كان حسب الأرقام اللي كانت موجودة ساعتها. دلوقتي في حسابات مختلفة نتيجة للتطور في الأدوات العلمية الموجودة عند العلماء. في ناس بتطلعها 1000 حضارة بس، وفي ناس بتطلعها 10، وفي ناس طلعتها 2. ولكن بغض النظر عن النتيجة، فكرة إن يبقى في طريقة إحصائية لحساب عدد الحضارات اللي أنا ممكن أتواصل معاها، ده شيء لوحده خطير جدا. بغض النظر عن الرقم، يا ترى أنت في رأيك لو فعلا المعادلة سليمة والأرقام أقرب إلى الواقع، يا ترى لغاية دلوقتي إحنا ليه مش عارفين نتواصل مع حضارات تانية؟ هل بسبب إن هم مش موجودين، ولا عشان إحنا لسه مش متطورين؟ فكر وقول لنا.